دلوقتي بقى هنحط معاكم المكرونه، هتشوفوها دلوقتي ايه، نازله حبايه من حبايه، مفيش واحده ماسكه في التانيه من ايه، من قلت لكم من الزيت اللي اتحط. جميله خالص اهي، وزي ما قلت لكم تعودوا مع عيالكم على ان ايه على الخضار، هي محطوط فيها فلفل وتوم وورق بقدونس اهوت، فتبقى مغذيه جدا جدا لاولادكم، وشايفين حمرها جميل جدا. وان شاء الله تخشوا الحلقه هتعجبكم المكرونه وتدعوا لي، ويلا على الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة ينحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. لو انت أول مرة تخشي عندي القناة يا ريت تشتركي وتعملي لايك عشان يوصلك كل جديد، ولو من المتابعين بتوعي ما تنسوش تشوفوا الحلقة للآخر وتحطوا اللايك. والنهارده ايه زي ما انتم شايفين هعمل ايه مكرونة بناء على طلب ايه مكة. صاحية من النوم عايزة تاكلي ايه مكة؟ اسمها ايه يعني؟ مكرونه. ماسكه لي كيس مكرونه، قومي اعملي لي مكرونه، عايزه اكل مكرونه. هي طبعا ما بتاكلش، فانا ما صدقت ان هي يعني ايه طلبت يعني ان هي تاكل، فايه قلت يعني زي بقيه الاطفال، عارفين الاطفال كلها إيه مش من هواية الاكل، عايزين ناكل شيبسيات حلويات، فانا قلت ايه ما اقوم بقى ايه اعمل لها كده مكرونه ما دام نفسها مفتوحه ايه على المكرونه. المكونات معايا النهارده ايه، المكرونه بتاعتي النهارده مختلفه شويه، بس ان شاء الله هتلاقوها طعمها يعني اللي هيجرب الوصفه هيلاقي طعمها جميل جدا جدا، والقيمه الغذائيه بتاعتها عاليه يعني ايه، وهتعجبكم ان شاء الله. معايا ايه زي ما انتم شايفين كده ايه، عباره عن حفنه كده كبيره من البقدونس، ورق البقدونس بس مش البقدونس كامل، ورق البقدونس بس. ومعايا كيسين مكرونه اهوت، الكيس 350 جرام مكرونه اللي هي الصغيره اللي بيقولوا عليها التمنيه ديت. قرن فلفل كبير، 4 حبات من الطماطم بما يعادل ايه كيلو الا ربع او نص كيلو. صلصه، توم. هنشوف دلوقتي بقى ايه هنعمل ايه سوا مع بعض. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا حطيت الميه بتاعتي على النار اهيت علشان تغلي. هضيف على الميه حوالي ايه 3 معالق من الزيت، حوالي برضو ايه معلقه من الايه الملح. اغطي بقى على الميه واسيبها ايه لعند ما تغلي كده، على ما اكون ايه وضبت الخضار اللي معايا. زي ما انتم شايفين قطعت الطماطم معايا، زي ما انتم شايفين ايه كل طماطميه قطعتها 4 حتت يعني زي ما فصوص اهي. هحطها في ايه في شفشق الخلاط. هقطع دي كنت ما شفتهاش اهي. هنزل عليها ايه بحوالي نص العلبه دي صلصه، يعني بما يعادل ايه معلقتين كده كبار. يعني مش هحط الصلصه لوحدها، انا هحط الصلصه على الطماطم واضربها ايه في الخلاط. العلبه بتاعت الصلصه مليتها ميه اهي بما يعادل نص كوبايه ميه، وايه وهضربها بقى ايه في الخلاط الطماطم بالصلصه بنص كوبايه الميه. زي ما انتم شايفين اللون معايا اهوت. طبعا لما تتحط بقى مع التسبيكه لونها ايه هيحمر عن كده. انت عايزه تزودي الصلصه براحتك زودي، بس ان شاء الله هتشوفيها هتلاقيها يعني ايه حمرها كده ايه معقول. الكميه ديت هتتحط الايه الكيسين المكرونه اللي معايا اللي هم يعتبر 700 جرام. احط بقى الطماطم كده على جنب على ما اشوف ايه بقيه الخضار هعمل فيه ايه. بس يا مكه دلوقتي زي ما انتم شايفين معايا قرن الفلفل قطعته ايه مكعبات صغيره خالص اهيت. البصلايه كنت انا تقريبا نسيت احطها مع المكونات، قطعتها برده مكعبات صغيره خالص زي ما انتم شايفين. دول 5 فصوص توم برده ايه متقشرين متقطعين برده صغير خالص. في الوصفه ديت التوم الفريش بيبقى طعمه جميل جدا، بيدي للاكله نكهه مختلفه تماما عن التوم المتفرزن. وطبعا لو ما فيش فريش وحطيت مفرزن برضو ايه ان شاء الله تطلع كويسه يعني. هنشوف بقى دلوقتي الميه غلت معانا ولا ايه. الميه غلت اهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي يا مكة. مكة نقول لهم باي باي، صباح الخير. ايه نحط الكيس التاني. خد يا مكة ارميهم في الباسكت. هديها كده بقى ايه تقليبه واغطي عليها. زي ما انتم شايفين المكرونه معايا بتغلي اهيت. هنشوفها كده. احنا هنسويها هنسلقها نص سليقه، يعني مش 80% ولا 90%، لا نص سلقه، بحيث ان هي تبقى يعني ايه لسه يعني من جوه حيه ايه ناشفه لسه شويه. زي ما انتم شايفين المكرونه انا ايه صفيتها اهيت وشطفتها اهيت، يعني ايه شايفين السوا بتاعها يعني لسه إيه جامده، يا دوبك ايه بتنتنى معاها الانبهار. مش عارفه شايفينها ولا ايه، يا دوبك ايه بتهودنا، بتنتنى معانا بس مش ان هي ايه مهريه وتتكسر، لا يعني ايه هي من جوه لسه إيه ناشفه. احتفظت هنا بكوبايه من الميه بتاعت السليق عشان خاطر لو احتجت ازود الصلصه بتاعتي ازود بيها ايه ميه من سليق المكرونه. هنا رجعت حطيت الحله بتاعتي على النار بعد ما شطفتها طبعا، وهنزل ايه بحوالي ايه 4 معالق زيت او زيت على سمنه تبع ما انت ايه عايزه تبع رغبتك. وادي الحاجه بتاعتي معايا. اول حاجه هنزل بيها الايه التومه في الحله، واديها بقى تشويحه كده اللي عندي التومه بتاعتي ايه ما ريحتها تطلع، مش هديها يعني فرصه ان هي التومه تحمر، لا قيس كده بريحه التومه ايه طلعت معاكي وهي التومه لسه حيه مش محمره. وبعدين برضو هنزل ايه بالبصل. انا بجازف زي ما انتم شايفين اهو، زي ما انتم شايفين التومه بتاعتي اهي ما احمرتش ولا حاجه. البصله برضو هنزل ايه بيها كده مع التومه واديها تشويحه لعند البصله ايه ما ايه تبقى لونها يعني ايه داخل بقى على الصفار. زي ما انتم شايفين بدات اهي ايه تدي على لون صفر اهي البصله مع التومه، ما تخلوهاش تغمق عشان ايه طعم المكرونه ما يبقاش ممرر معانا. هنزل بعد كده بايه بالفلفل اللي متقطع اهو، واديله برده ايه تشويحه كده. افضل بقى اشوح فيها لعند ايه الفلفل ما يدبل معايا، بس برضه يحتفظ ايه بلونه، يعني مش عاوزاه يتقلي يحمر لا. بعد كده هنزل ايه بالخضره بتاعتي اهي وهديها ايه تقليبه كده ايه بسيطه كده. وبعدين ننزل بقى بالطماطم بتاعتنا اللي هي مضروبه بالصلصه، وبعدين التوابل بتاعتي اللي هي عباره عن ملح فلفل اسمر بابريكا. ولا هقلب ولا اي حاجه، هغطيها بس كده لعند ايه ما تتسبك، وبعد ما تتسبك نرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. شايفين لون الصلصه احمر، يعني هي لسه متسبكتش بس اللون بتاعها ايه جميل علشان خاطر احنا خلطنا الصلصه مع الطماطم هي بتنضرب. ريحه بقى التسبيكه جميله جدا جدا. الخضار اللي اتحط اللي هو البقدونس مع البصل مع الفلفل والتومه مدين ريحه جميله قوي قوي. هغطي عليها برضو لعند ما ايه ما تكمل تسبيكتها. نشوف بقى الاخبار معانا. زي ما انتم شايفين التسبيكه سبكت حلوه كده لونها اهوت. هننزل بقى بالمكرونه على الصلصه كده كده. خلاص المكرونه انا حطيتها، هقلبها بقى ايه مع بعضها كده.
زي ما انتم شايفين المكرونه خلصت معايا اهيت، وزي ما انتم شايفين مفلفله مفرفره وما هيش ايه ملبخه ولا معجنه ولا ماسكه في بعضها. ده من ايه؟ ان هي معموله من الزيت. الزيت بيخليها يعني مفرفره، وفي نفس الوقت شويه الزيت اللي احنا حطيناهم في الميه بيخلوها برده مفرفره كده. كده يبقى احنا خلصنا المكرونه بتاعتنا النهارده. هتعملوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، وتدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، واشوفكم في حلقه جايه باذن الله.